السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما انه هذا الجاتو هذا راه منتشر في كم مواقع التواصل الاجتماعي، وين تصدي تلقاي يوتيوب، فيسبوك، تيك توك، انستغرام، وين تصدي تلقاي تقريبا معظمهم داروه بالشوكولا. انا اليوم جبت لكم الجاتو هذا ليمون في ليمون، العجينه بذوق الليمون، عجينه تهبل بنينه كرافو، تجي روعه، تصلح حتى لي تورتليت ولا الجاتو اللي يجي محشي كيما. جبت لكم كريمه داخل تجيكم كراف في البنه، يعني اللي يذوقها يقول لي روعه. تصلح لي تورتليت، تصلح لي التحليه، تصلح لي جاتو اللي محشي كيما هكا، تصلح تحشي بها صابلي. جبت لكم ايضا كلاصاج يقعد طري فتره اكثر من شهر. والتزيين درت لكم كيفاه نخدموا هذوك الحبات تاع الفاكهه هذوك تاع الليمون. العجينه كما راكم تشوفوهم بزاف ذوب في الفم، الجاتو شكله روعه. نبداو مع بعض على بركه الله. نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. حطوا لايك للوصف ونروح ندخل مباشره في المقادير. عندنا ريسيبيون نديروا فيها 125 غرام مارغرين، انا نستعمل لابيل، انت استعمل اي مارغرين عندك. نديروا قرصه الملح وندير مبشور حبه ليمون. اللي ما عندهاش القارص ولا ليمون تقدر تستعمل نص علبه تاع فلان، هو اصلا تلقاي الليمون وما تلقايش هذا الفلان. انا قلبت عليه الدنيا باش لقيته. نجيب هنايا الصفايه تاعنا، ندير 2 مغارف تاع سكر ناعم، مغرف وحده تاع نشا، مغرف وحده يعني تقدري تستغني عليها حتى وما عندكش ما ديريهاش، لان الكريمه هذيك راح تطري لك الكاطو. ندير 2 مغارف كبار نتاع زيت الاكل العادي، ما تكسريش الزيت لانه الوصفه تاعك هذه راح تجيك طريه من بعدها. نديروا اصغر حبه بيض عندك، كي تروحي للحانوت ما تقولوش اعطيني بيض كبير، قولوا اعطيني اصغر حبه تاع بيض عندك. هنا اذا درتي 250 غرام ديري حبه تاع بيض كبيره، ما ديريش 2 حبات تاع بيض. من بعد نبداو نخلطوا في المكونات تاعنا هذوك حتى نشوفوا الخليط تاعنا ولا كريمي، يعني تخلطي هذيك المكونات بالفوي ولا بالباتور حتى يولي كريمي. خلطوها مليح كيما راك تشوف، انا خلطتها مليح. من بعد نبداو نزيدو في الفرينه. الفرينه يعني تقدري تغربليها وتبداي تزيدي فيها، ولا زيدي فيها كما راني ندير هنايا بالمغرف بشويه فقط. من بعد واش راح ندير، راح نزيد على راس المغرف خميره، يعني حتى هي تقدري تستغني عليها، ولكن من المستحسن انك ديريها باش تجيك العجينه تاعك شويه طريه. من بعد نبداو نزيدو الفرينه، انا نزيد هنا ب2 مغارف، ومن بعد وليت نزيد بالمغرف فقط باش ما تجينيش العجينه تاعي ثقيله ويابسه. من المستحسن انك ديري العجينه تاعك طريه على واه، لانه اصلا خاصني ما عندش كميه تعمولات كبيره. تخدمي نص عجينه ودي وقت يعني باش يطيب لك تيبس لك العجينه، ديريها طريه كيما هكا واخدمي العجين يعني النص الاول والنص الثاني راح يقعد لك. اذا خدمتي كميه كبيره تخفي طول العجينه تاعك. بعدها نجيبوا الكاسونه تاعنا نديروا فيها نص كاس تاع عصير ليمون، نص كاس تاع ماء، نديروا هنايا مغرف تاع نشا، 3 مغارف تاع سكر. تقولي راكي درتي مغرف، راح نقول لك من بعد على واه، هو راح يجيك شويه حامض، ديري 3 مغارف تاع سكر، راني نكرر ونعاود 3 سكر. نحركوا مليح، نحطوا على النار، نبقى نحرك فيه حتى يمتزج هذاك الخليط ويطيب ويثقل. من المستحسن تستعملي هذاك البرا هذاك تاع الباتور ولا تستعملي الفوي، تقعدي تحركي فيه حتى يطيب الخليط تاعك هذاك وتشوفيه راه يثقل. جبديه ديروا مغرف صغيره تاع زبده، نحركوا الزبده هذيك ونحطوه في ريسيبيون ولا في صحن هكا نتاع زجاج ونحطوه يبرد. ديري الطريقه هذه، يعني الكريمه تاعك هذه خدميها قبل ما تبداي العجينه تاعك. من بعد واش راح ندير، راح نحطه في الصحن ونغطيه بكيس بلاستيكي، سواء يعني كيس بلاستيكي غذائي ولا هذوك الاكياس تاع السنيات، المهم يعود الكيس بلاستيكي ملامس الكريمه تاعك على واه باش ما ديرلكش من بعد القشره هذيك وتضطر انك تنحيها. يعني لازم يلامس كيما راكم تشوفوا هنا، يلامس الكريمه تاعي. يعني راني نشرح ونبسط وما نخلف والو اي حاجه، نخمم باللي تقدروا تغلطوا فيها، راني نكرر ونشرح ونعاود، لانه كان بعض يعني التعليقات قالوا راكي تهضري بزاف. نهضر بزاف ولكن الشرح تاعي راهو وافي، اي وحده مبتدئه تقدر تخدم معايا وتنجح لها اي وصفه دارتها 100% بدون اي اخطاء. نادرا وين تلقاي وحده تقول لك ما نجحتش معايا. نكملوا. هنا جبنا العجينه تاعنا، نديروا حربوش نحطوه في المول تاعنا، نحطوا كيس بلاستيكي، انا نستعمل هذا تاع البوراك اللي قسمته على 4، ونحط مول واحد اخر ونضغط عليه. راح نتحصل على طريقه سهله وبسيطه، شفتها في قناه سلطانه الحلويات البريستيج، تقدروا ثاني تزوروها، عندها وصفات بزاف بزاف، ودارت معاكم الكاطو هذا بذوق الشوكولا وذوق خرافي، ودارت لكم حشوه روعه. يعني تقدروا تشوفونا حشوه القارص وذوق القارص وتروحوا ليها تشوفوا ذوق الشوكولا. نجيبوا هنايا قلنا المول تاعنا الطابع تاعنا، نديروا فيه حربوش، نحطوا فيه الكيس البلاستيكي، نحطوا فوقه مول نفسه، بعد نضغطوا عليه ونخرجوا الزوائد هذيك نحوها. هنا بعد ما كملت يعني عمرتهم كامل، انا هنا درت 20 فقط، يعني هذا متوفر عندي. نهز نحطها في المجمده بين ساعه الى ساعه ونص تقريبا، حتى تشوفوا يعني الكاطو تاعكم
جمد ولا تماسك معاك بشويه، ما يقعدش طري. نجيبو نثقبو هنايا بالكوردون ولا يعني عود الاسنان ولا اي عود عندك، ولا حتى بالفرشيطه سكين، المهم نثقبوه كيما هكا وندخلوه يطيب. الفور تاع تريسيتي درجه الحراره تكون 180، حطيه الفوق خلاص وخليه يطيب. كي تشوفيه طاب من تحت زيدي شعلي عليه الفوق شويه فقط، يحمر شويه فقط. اما الكوشه تاع الغاز شعليها على درجه عندك وركبيه في البلاطو المول الجهه الفوقانيه، خلاص نقصي شويه النار وخليه يطيب، راح يطيب من فوق ومن تحت في نفس الوقت. نروح نرجعوا للكريمه تاعنا. هنا الكريمه تاعنا درنا نص كاس تاع كريم شونتي ونص كاس تاع ماء. اللي حبت الكريمه تاعها ثقيله دير نص كاس تاع كريم شونتي واقل شويه من نص كاس تاع ماء. هنا الكريم شونتي تاعي هنا بلونش ناج، كي نطلع كيله بكيله تطلع عادي، يعني تجيني كيما راكم تشوفوا في ثقيله. بعدها نجيبوا الكريمه تاعنا اللي كنا طيبناها قبيله وبردت، نخلطوها كيما هكا بالفرشيطه، ومن بعد نلوحوها في الكريم شونتي تاعنا هذيك ونطلعوها مليح. لهنا الكريمه تاعنا هذه او الحشو تاعنا هذا راهو صالح مده صلاحيه تاعو 15 يوم، لانه كيما راكم تشوفوا ما فيهش الحليب، يعني فيه فقط الماء. صالح مده 15 يوم للتلوين مش للذوق. الذوق راهو يعني عند فيه لا باز تاع الكريمه تاعنا راهي قارص. هنا للتلوين ديري ذوق الليمون، اللي ما عندهاش مش متوفر، يعني هو طعميره كيما هذه شتا ب 5000. انا هنا ديري اي ملون اصفر عندك، خاص بالشوكولا خاص بالغاتو، اي ملون عندك. من بعد واش راح ندير؟ قلت لكم هنا كي ضغطوا لقيتوه حامض، زدت 2 مغارف تاع سكر ناعم، ما نقدرش نزيد سكر يعني العادي انه راح يقعد فيه حبيبات وما يذوبليش. هنا زدت 2 مغارف تاع سكر ناعم وخلطت الكريمه تاعي ونحطها بجنب ونكمل نطيب الجاتو كامل، يعني يطيب الاخر نزيد نجبدوه نحطوه نعمر، نحط في المجمده ونطيب. شوفوا كيف طابوا معايا وجاو فارغين وجاو هايلين وجاوش يعني ما صرا بهم والو. كتزي الحبه هنا تقولي راهي يابسه، يعني تقولي راهي يابسه وما تصلحش، ما كي تذوقيها. انا درت حبه زايده ضقتها قلت يابس، ولكن لازم يكون يابس لانه الكريمه تاعنا هذه راح تطريه. هنا كي يبرد معنا يعني الجاتو خلاص نجيبو نعمرو كل نص وحده. راح نزيد نعطيكم طريقه واحده اخرى يعني تعمروا بها. هنا تقدري تعمري نص بالكريمه هذه ونص بمعجون الاناناس، لانه معجون الاناناس هو الحاجه الوحيده اللي تقدري توافقي الذوق تاعها مع ذوق الليمون. يعني باش تفهموني تقدريش تعمريه شوكولا ولا تعمريه مثلا طوفيا كراميل، لانه هاد الاذواق هذه مع ذوق الليمون يعني ما تعطيكش ذوق متناسق. يعني كي تاكليها تلقاي بلي كاين اختلاف، ما يجيكش بنين. انك تخلطي الطوفيا كراميل ولا شوكولا مع اي حاجه فيها قارص ما تصلحش. اذا حبيتي ديري الكريمه هذه ديريها كامله، تقدري تحشيها مثلا بمكسرات عادي جدا، تقدري ديري نص حبه كريمه واللي خدمناها هذه بذوق القارص، تقدري ديري كريمه الزبده بذوق القارص، تقدري ديري معجون الاناناس اللي راح يعطيك واحد الكو ولا اروع. ميم ناباج يصلح بصح ما ننصحكش به لانه راح يجي فيه كو صامت، يجيش بنين. انا جربته من قبل في الحشوات اللي فيها هذا الكو هذا. بعد ما كملت راح نحطهم بجنب، مش شرط تخليهم ينشفوا، راح نخدم معاكم هذه الموتيفه هذه. الموتيفه هذه اللي سقسيتوني عليها الخطه اللي فات، يعني العام اللي فات مش السنه. هنا راح نجيب عجينه السكر صفراء باللون اصفر ولا تلونيها ولا كيما يحب لك. نجيبوا كميه قد حبه الحمص، اختاروا حبه الحمص نديروها هنا في المول، نديروها لتحت خلاص هاكي تشوفي فيه لهنا، نديروها في التحت ونخلو لهنا البلاصه الفوقانيه هذيك اللي الفوق نخلوها فارغه، ونبداو نديرو حبه العدس يعني كميه قليله، نديروها حربوش ونحطوها الفوق ونضغطوا عليها بشويه، نفتحوا المول تاعنا باش تدخل في هذيك الشقه هذيك تاع العرق هذيك تاع الحبه تاع القارص، غير بشويه حطيها اضغطي عليها بيدك كيما هكا تخرجيها وتكون واجده. شوفوا الحبه تاعنا كيفاه جات، درتها لكم مختلفات العام اللي فات وقلت لكم تصلح كمشاريع، يعني 10 حبات ما يبيعوا فيهم ب 15000 حتى ل 18000، يعني وانت تخدميها تخرج لك هذيك العلبه تاع كريم شونتي تخرج لك ما عرف 200 ولا قداش الحبه. نرجعوا الكلاصاج تاعنا. الكلاصاج تاعنا باش نكلاصيو هذيك 14 ولا 15 حبه، نعطيكم الكلاصاج يجيك قيس قيس، مغرف تاع زيت، مغرف ما زهر، مغرف حليب، خلطيهم ديرهم 2 مغارف تاع قارص ولا ديري كما درت انا، ديري شويه تاع سكر ناعم غرب ليه اقل حاجه مره ولا مرتين وبدا يحركي فيه. من بعد نبداو نزيدو القارص تاعنا، يعني اذا حبيتي تزيديه من يعني تزيديه من بعد ولا تزيديه قبل مع الحليب والزيت وما زهر. يعني نكرر ونعاود، مغرف زيت، مغرف حليب، مغرف ما زهر، 2 مغارف تاع قارص تخلطيهم كم، تبداي تزيدي السكر ولا ديري كما درت انا هنا كان مش واجد، كانت بنتي تعصر لي فيه عليها يعني خليته وانا كنت ندير في السكر، سخاب لي عصرت لي
ما بين ما درت قلت اعطيني قاص، قالت لي مازال ما عصرتش عليها، درتو من الاخر. نبداو نزيدو في السكر الناعم تاعنا حتى نتحصلوا على قوام مناسب. هنا الكلاصاج تاعنا ما بغيتوش ثقيل، ما بغيتوش كيما تاع الكعكات والعرايش، بغيتو شويه خف منه باش ما يجينيش ثقيل وما يجي يعمرليش الحبه بزاف، وتقعد الحبه فيها هذوك الشكل تاعها هذاك التدريجات هذوك تاع الهليلات. نظن فهمتوني. هنايا للتلوين تقدري تستعملي عطر الليمون ولا تستعملي اي ملون اصفر عندك خاص بالشوكولا قلنا ولا بالطعام. اذا عندك ملون غبره من المستحسن ديري قطره تاع ماء، حركي في الماء ومن بعد ضيفيه، ما تضيفيش كيما هكا، يعني ذوبيه الساف شويه تاع ماء. من بعد واش راح ندير؟ نهز الحبه تاعي نحطها في المغرفه هذه تاع الكراتان ولا تاع البطاطا ولا كل تكفى تهز بها. انا ما نستعملهاش خلاص، يعني باش ما نكذبش عليكم ما نستعملهاش نهائي. تحطي عليها الحبه تاعك تاع الكاطو وتبداي تكبي في الكلاصاج تاعك، تخبطي هكا بشويه حتى نتاكدي باللي هذاك الزوائد تاع الكلاصاج كامل طارت. نهزوها نحطوها لهنا في بلاطو. البلاطو يكون فيه ورق الزبده ولا يكون فيه كيس بلاستيكي باش من بعد كي تبغي تهزي الحبه تاعك ما تلصقش، لانه اذا حطيتيه في البلاطو وحده راح تلصق الحبه تاعك وتتكسر لك، وبما انه هي اصلا يعني مبسه راح تروح فيها، راح تاكليها فتات، يعني تاكليها بالمورسو كي اللي فتتيها. نكمل نقلاصي الكاطو تاعي كامل ونجيبه هو مقلاص يعني مازال نشفش، نحط له هذوك الموتيفات هذو. هنا في فصل الصيف راح يدي معاك اقل يعني اكثر حاجه 6 سوايع 7 ينشف الكلاصاج تاعك. اما بالنسبه لفصل الشتاء راح يدي معك اقل حاجه ليله كامله، يعني اذا درتيه العشيه يبات ليله كامله في بلاصه بارده كيما انا درته في الصاله، شعلته الفرفاره ليله كامله باش ينشف معاك، يعني يدي وقت. هنا شويه الشتاء برد الحال يعني الجو مندي، هنا نشف معايا يعني مستحسن قلت تخليه ليله كامله. انا درته صباح والعشيه خلاص جبدته نحيت له هذيك الزوائد هذه. نجيبوا اي سكين، شوفوا على قلت لكم الكلاصاج يكون شويه خفيف باش تقعد فيه هذيك التدريجات هذيك تاع الكاطو. هنا اذا درتي الكلاصاج تاعك ثقيل التدريجه هذيك راح تروح، يعني الكلاصاج راح يغلف هذيك التدريجه وتولي ما تبان. شوفوا لهنا التدريجه كيما راهي وفي نفس الوقت مغلف بالكلاصاج تاعنا. نكمل نحي هذيك الزوائد كامله، وهذاك اللي قعدنا هذاك اللي شيت هذاك اللي قعد نزيد له 2 قطرات تاع عطر الليمون ولا تاع ماء، ونزيدوا شويه تاع ملون. انا ما استعملتش عطر الليمون استعملت له ماء ملون اصفر، ونديروا في كيس بلاستيكي كيما هكا وراح نزين به. هنا راح ندير خطوط صغيره، قصيت على الراس صغير نقطه صغيره برك، وندير خطوط صغيره لهنا في الحبه تاع الكاطو تاعي. علاه زدت له شويه تاع ملون باش يبان يعني الاختلاف في الحبه تاع الكاطو والتزيين تاعها، راح يروح شويه لهذيك الحبه تاع القارص. شوفوا مجرد خطوط فقط. اللي حبت تستغنى عليها، اللي حبت تستعمل الملون نتاع هذاك الملمع الذهبي تقدر دير الملمع الذهبي، انا يعني عندي بس حبيت ندير لكم يعني الطريقه هذه سهله. هنا تقدري تحطي كيما هكا وتخدمي الطريقه اللي ساعدتك خدمي بها. مام في الطعمار تقدري تعمري الحبات كامل بعد تهزي تحطي تسقي اللي عجبتك ديريها. هذا هو الكاطو اللي كان معنا نهار اليوم. اذا قلت راي ثرثره تهضر بزاف انا راني نشرح لكم باش تفهموا كامل، ووحده ما تخرج منا ماهيش فاهمه، يعني باش ما تسقسونيش في التعليقات. يعني تقريبا الحاجه اللي نشرحها في الفيديو ترجعوا تسقسوني عليها في التعليقات، راني نشرحها لكم بطريقه بسيطه ويعني ماهيش معقده. نقسم معكم حبه بالسكين تتقسم بيدك تتقسم ويكون طري وخفيف. اذا حبيتوا الوصفه وعجبتكم حطوا لايك، يعني موش امر اذا حبيتوا، اذا ما عجبتكمش حطوا ديزلايك، اذا ما عجبتكمش انا في نفس حد ذاتي اخرجوا من القناه وما تشاهدونيش اصلا، وبلاش التعليقات هذيك اللي يعني اني نقراها ورد عليها ولكن هي شويه مستفزه. المهم اذا عجبتكم القناه تقدروا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش كي نحط وصفات جديده راح تلحقوا عليها وتشوفوها. اذا ما عجبتكمش ما تشاهدوش، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.